أنا مسمي لقائي بحضراتكم النهاردة جهاد أمة. عنوان جديد وعنوان جميل، وعايز أوضح يعني إيه جهاد أمة. المنظر الرائع اللي احنا شايفينه واللي ربنا سبحانه وتعالى بمنه وفضله كتبه لي ولكثير من حضراتكم وعشناه ووقفنا بعرفة وندرك كم كانت قلوبنا تفيض حبا وكرامة ودعاء ورغبة في رحمة ربنا، وبنسأل ربنا ما يقطع لناش عادة، وبنطوف طواف الوداع متى أمكننا ذلك، وبنقول اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بالبيت، يعني رجعنا تاني، والبيت الحرام مثابة للناس يعني ثوبون إليه ويرجعوا. عمرة ما بين العمرة والعمرة، بس مش كل سنة لأن في أولويات في الدين. جهاد أمة، أدي ناس اهي بتجاهد أخواننا، ربنا يتقبل منهم يرجعهم وقد غفر لهم ذنوبهم. واللي ما راحش يحج النهارده صايم، ومن امبارح بيجيب العجل بالغلا والكوى ب 40 جنيه كيلو وشارب ملح وكله غش، وتشتري من تاجر يروح يلف لك يجيب لك واحد تاني ويغشك، ومصايب سودة، لكن الناس بتصبر وبتضحي وكله بيقول يا رب اغفر لي. النهارده يوم جميل، النهارده يوم حلو، النهارده يوم اسود ومنيل ب60,000 نيلة، ويوم مفيش أوحش منه على من علامة استفهام، الإجابة على إبليس. مفيش أسود يوم كيوم عرفة على إبليس وأعوانه. وهقول لكم النقطة الذكية اللي هي مش بس إبليس وأعوان إبليس من الجن ومن الإنس. النهاردة يوم منيل ب60 نيلة على دماغ الشيطان الرجيم، لما الحجيج ينزلوا وربنا يقول لهم غفرت لكم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لنا إن إبليس بيوطي، بيجيب التراب ويحطه على دماغه، تشبيه تمثيلي، ويقول لأعوانه حسوا بالنار اللي فيا. انتوا سمعتوا بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم غفرت لكم، وبيبص للسماء بزاوية 45 كده اهو، ويقول لربنا بقى أنا أضلهم 60 سنة و70 سنة عمرهم كله قبل ما يجولك هنا، وتغفر لهم انت في ثانية، وهات يا جاي بس مين يلحقك؟ عايز اقول لكم استثماري انا لكل نص في هذا الدين قد ايه بيديله بعد وعمق وجمال. ياما ناس مش مبسوطة، ما هو لو شافك في نعمة النار بتاكله، اللي هو ابن عمتك ابن عمك ممكن اخوك شقيقك، لو شافك في نعمة جدي مثلا كده شادت حيله النار بتاكل فيه، ولو لقاك زيت النار بتاكل فيه، ولو لقاك محبوب بين الناس النار بتاكل فيه، ولو طلعت تدي الصدقة يقول لك رياء. يا ابني ربك قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وقال سرا وعلانية في البقرة وفي إبراهيم. رياء مين ونيلة مين؟ افهم دينك يا أخويا. ألف به في الدين صدقة السر كصدقة العلانية. وجه واحد لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرة وقال له أنا بعمل العمل بالليل بس بيطلع النهار والناس بتعرف ان انا اللي عملته فبفرح. يا ترى بقى الدنيا راحت؟ عارفين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له لك اجر السر واجر العلانيه.
يعني لما كنت تعملها بالليل ومحدش عارف انت مين يا اللي انا مش عارفك، ربنا اداك حسنتك. لما الناس عرفت بكره ان انت اللي عملت، خدت حسنه تانيه، خدت حسنه تانيه. في ناس ما يعجبهاش الكلام ده، في ناس عايز الدنيا كلها تولع وعايز الناس كلها تدخل النار. وفي ناس في سوره النور على ايدك الشمال: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. هو اللي بيحب الفحشه تنتشر لو اخد ابليس على صدره وبيقول له: تعال يا عمي، تعال مرقيك من العين والحسد احسن تصيبك عين، خليك تبقى نشط وتضلنا اكتر. في ناس كده من زمايلك، من تلامذتك، من اسد، اي حاجه اي حاجه. مين اللي يحب لك الخير؟ اجابه من اول السطر: هو يا استاذه بيقولش واي، لانه مؤمن بان له نبي اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم. يبقى الايمان اهو، حتى انتل بيسموها انتل، حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. نجيبه منين؟ من الخطاب الديني الواعي، ان احنا نفهمه وبسرعه وبالراحه وبالشياكه ومن غير متاهات ولا خطب ولا كلام كتير. اعمل حسابك ان النهارده اجمل يوم، لان فيه مغفره ربنا نازله مطره. سيبويه بقى اقول لكم على معلومه: ب 6 مليون دولار ولا مليون ولا تريليون. سيبويه عالم اللغه وهو بيتكلم عن المصادر على ايدك اليمين الجزء الثالث قبل الاخر ب3 اسطر، يقول ايه بقى؟ يقول الكلمه اللي هتشفي غليلي وان شاء الله تشفي غليلكم كلكم. يقول ايه؟ مصدر الفعل دعا، دال عين الف، دعوة دال عين واو يه اللي هي بتتنطق الف. وراح قايل الجمله دي اللي هي بمليار دولار. مثل، وكلمه مثل دي على فكره معناها ان كان موجود ايام سيبويه الكلام ده بيتقال وما عادش بيتقال النهارده. انا واثق انه ما عادش بيتقال النهارده. انا نفسي انه يرجع يتقال تاني. افتح القوس: اللهم اشركنا في دعوى المسلمين. ده هم وده هم، واللي ما راحوش يحجوا، واللي ضحوا بمال حلال، واللي مش لاقي اضحيه وقلبه سليم وعامر بالايمان، واللي كله حب للخير وللحياه وللدنيا وللناس. تخيلوا ده لما يدعي ربنا هيدعي بايه؟ بالستر في الدارين. انا بقى قلت ايه؟ اشركنا في دعوى المسلمين. المسلمين دول اللي في عرفات واللي في كندا، الامريكا، اللي فوق واللي تحت، والملائكه كمان، والملائكه وهم بامره يعملون. كل شريكنا. شوف الراجل، شوف من 1300 سنه الناس كانت بتدعي تقول ايه؟ اللهم اشركنا في دعوى المسلمين. اللي يقول لك اغفر لي انا معاه يا رب، شاركني يا رب، كأني قلت معاه. يا دين النبي على الدعوة اللي اختفت، يا سنة يعلم بيها ربنا. بس النهارده يوم عرفة ويوم جميل. يا خبر ابيض يا ولاد، انا عمري شفت واحد في حياتي انا بيقولها كله يا رب جوز فاطمه، يا رب محمد يتخرج، يا رب امي تقوم العمليه بالسلامه، يا رب كله. الدعوه دي كل الدعاء، لان كل المسلمين بيدعوا ربنا بكل الدعاء. الراجل بيقول لنا ان في زمنه والمعاصرين له كانوا بيقولوا اللهم اشركنا في دعوى المسلمين. هقولها لكم واخد التليفون، هقولها واخد التليفون عشان تقولوها ورايا. اللهم اشركنا في دعوى المسلمين من الحجيج وغير الحجيج الذين تتقبل عنهم وتستجيب لهم دعاءهم. ومعايا